الصابون التحفة اللي قدامك لو انت بترمي الزيت او بتبيعيه يبقى فايتك تعملي صابون بالجمال ده. شوية الزيت اللي بتحمري فيهم اي حاجة عندك بتعمليها في المطبخ هتصفيهم بعد ما يبردوا، وتجيبي ازازة نظيفة وتحطي فيها الزيت. والنهاردة الوقت ده احنا في موسم البرتقال والموالح عموما، هتاخدي القشر بتاعهم تنضفيه كويس قوي وتحطيه في الازازه دي وتحطي الزيت عليها وتقفلي الازازه كويس قوي لحد ما تحوشي كميه كويسه تعملي بيها احلى صابون زي اللي شفتيه في اول الفيديو. كيلو الزيت هياخد منك 300 جرام من الميه و180 جرام من الصودا الكاويه، وبشويه شغل صغيرين قوي كده 10 دقايق ربع ساعه في المطبخ هتعملي الصابون التحفه اللي قدامك، وعمرك ما هترمي الزيت تاني ولا هتبيعيه. ممكن تضيفي للصابون سنه لون والريحه اللي على مزاجك، بس بشرط تكون الوان صابون وروايح صابون. عمرك ما هتبيعي الزيت بعد النهارده. ولو جيتيني وزرتيني وشفت الفيديو هتكملي معانا كل الوصفات. مستنياكي ما تتاخريش.